تخيل معايا كده، تاكل كل اللي انت عايزه من غير ما تحسب سعراتك وتوصل لهدفك. يا ريت تكون بالمعنى الحرفي، ولكن انت تقدر تعمل كده وبرضه تخسر وزن. فالنهارده جايين نتكلم عن الاكل الحدسي، وجاي اديلك 4 نصايح تطبقها عشان توصل لهدفك. فيلا بينا. وقبل ما نبدا الفيديو حابب افكرك وافكر نفسي ندعي لاخواتنا في فلسطين، وحاول تتكلم وتنشر القضيه على قد ما تقدر لان صوتك مهم. يلا بينا نبدا الفيديو. الاكل الحدسي او الاكل البديهي او الانتوتيف ايتنج مصطلح ممكن يكون غريب عليك شويه، ولكن من اسمه انت لما بتجوع بتاكل ولما بتشبع بتوقف اكل. وهنا بنعتمد على مؤشرات الجوع والشبع اللي في جسمك مع تطبيق شويه ملاحظات. ولكن قبل ما نتكلم عن الملاحظات دي ما تنساش تعمل لايك وتعمل اشتراك للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد. في البدايه كده تعالوا نشوف مين ممكن يطبق الاكل الحدسي ده ويستفاد بيه. شخصيا بفضل انك تمشي على نظام الاكل الحدسي لو انت جديد بدأت تسمع عن شوية مصطلحات زي السعرات الحرارية والماكروز وشايف ان الموضوع معقد شويتين وحابب تبدأ في اسرع وقت، او لو انت شخص اوريدي بتحسب سعراتك وبقالك فترة طويلة بتحسبها ولكن مليت فعايز تفصل دماغك شوية، عايز تسافر، عايز تخرج مع اصحابك وعايز تفصل دماغك شوية عن حساب السعرات، او لو انت شخص اوريدي وصلت لهدفك وحابب تمشي على نظام دايت متوازن عشان تحافظ على النتائج بتاعتك، فتقدر تمشي على نظام الاكل الحدسي وتبطل تحسب سعراتك. واكبر فايده بشوفها للنظام ده انها بتحسن علاقتك مع الاكل، خصوصا لو انت واحد ماشي كنت على نظام دايت قاسي قليل السعرات وبقالك فتره طويله، بتبدا مؤشرات الجوع والشبع يحصل لها شويه خلل، بتبدا تحس بجوع طول اليوم، حتى بعد ما تاكل الوجبه الاساسيه بتاعتك لسه بتفضل جعان، وبتزيد شراهتك للسكريات والحلويات، وبتكون عارف انك لو بدأت تاكل اي حاجة حلوة حرفيا هتفتح في الاكل. فهنا نظام الاكل الحدسي بيحسن من مؤشرات الجوع والشبع بتاعتك، لان انت ببساطة عارف انك مش هتجوع نفسك، واول ما تبدأ تحس بجوع هتاكل، واول ما تحس بشبع هتوقف اكل. تاني حاجة هيفيدك فيها نظام الاكل الحدسي انه نظام مرن، وهتقدر تسافر، هتقدر تخرج مع اصحابك ومع اهلك وتاكل من المطاعم من غير ما تحس بتأنيب ضمير، لانك ببساطه عارف انك اول ما هتحس بشبع هتوقف اكل. واخر حاجه هيفيدك فيها الاكل الحدسي انه نظام سهل تقدر تطبقه بسرعه، بعكس السعرات هتحتاج انك تتعلم ازاي تحسب سعراتك او تدخل على الموقع يحسب لك السعرات، تبدا تقسمها على ماكروز، تبدا تتعلم على شويه برامج زي ما فيتنس بال او اي برنامج بيحسب لك الاكل بتاعك. وعشان نطبق الاكل الحدسي بشكل صح ده هيودينا لاول نصيحه، وهي انك تهتم ان كل وجبه تكون وجبه متكامله. وجبه متكامله احنا نقصد انها تكون غنيه بالبروتين وفيها دهون صحيه وبرضه فيها نشويات. الوجبه المتكامله هتحسسك بشبع وهتضمن انك تغطي احتياجك خصوصا من الدهون الصحيه، واللي اغلبنا بيكون فاكر ان الدهون هي سبب زياده الوزن. الدهون الصحيه لها اكتر من فايده، اول حاجه انها بتبطئ من هضم وامتصاص الوجبه اللي انت بتاكلها فهتحسسك بشبع لفتره اطول. برضه الدهون الصحيه مهمه جدا لهرمونات جسمك، فلو فضلت ماشي على دايت قليل في الدهون الصحيه فكده هيحصل لك خلل في الهرمونات. وحاجه ما ينفعش ننساها للدهون وانها مهمه لامتصاص بعض الفيتامينات زي فيتامين A، فيتامين E، فيتامين K، فيتامين د، واللي نقصهم هيقلل من معدل الحرق بتاعك. ومش بس كده، نقصهم هيضر جسمك لانها بتدخل في معظم العمليات الحيويه بتاعت جسمك. فعندك مثلا فيتامين د، فيتامين د مهم جدا لصحه العظم، ونقصه هيسبب لك هشاشه في العظم، بيخش في تخليق هرمون الذكوره ومهم جدا للمناعه. نفس الكلام عن البروتين، واللي لو اتكلمنا عليه هنحتاج حلقه طويله، ولكن ممكن نختصرها ان النصيحه الثانيه معانا ان كل وجبه تكون غنيه بالبروتين والالياف. البروتين من اكتر العناصر الغذائيه اللي هتحسسك بشبع. تخيل معايا انت تقدر تاكل 100 جرام فراخ، 200 جرام، لكن صعب انك تاكل 400 جرام فراخ في كل وجبه، لانك ببساطه هتحس بشبع، خصوصا لما يكون فيها دهون صحيه وفيها نسبه نشويات. واضافتك للخضار غير انها مصدر عالي بالالياف هيحسسك بشبع، فهو هيغطي نسبه كبيره من الفيتامينات والمعادن اللي محتاجها جسمك. فتخيل معايا كده طبق فيه خيار، خس، طماطم، جزر، فلفل، حرفيا ده قنبله فيتامينات ومعادن. وثالث ويمكن من اهم النصايح عندنا النهارده انك تكون ذكي في اختيار اصناف الاكل بتاعك. اختار المصادر اللي تحسسك بشبع وابعد عن كل المصادر اللي ممكن تفتح فيها في الاكل وتاكل بكميات كبيره. فعندك مثلا كل اصناف البروتين والدهون الصحيه، وعندك بعض مصادر النشويات زي البطاطس والشوفان والرز هيحسسوك بشبع، ده بعكس بعض المصادر التانيه زي العيش، المكرونه، زبده الفول السوداني وشويه اصناف انت نفسك عارفها ممكن تفتح فيها في الاكل وما تبطلش تاكل. عشان تقدر تستمر لازم تدخل من 10 ل 20%
اكل تكون بتحبه. فكره ان يكون فيه 20% ده هيخلي الدايت متوازن وهتقدر تستمر عليه لاطول فتره ممكنه. ولكن نقطه مهمه انا حابب اقولها، مش معنى انك هتمشي على الاكل الحدسي وهتاكل لما تجوع وتوقف اكل لما تشبع انك تخلي كل الاكل بتاعك فاست فود وحلويات، لانها ببساطه مش هتحسسك بشبع، والكميه القليله بتاعتها فيها سعرات عاليه. فمثلا لو جينا نقارن ما بين وجبه فيها 200 جرام رز، 100 جرام فراخ، ومعلقه زيت زيتون، هتحسسك بالشبع لمده طويله وتقريبا مش هتكمل لها 600 او 650 سعره، بعكس ال 150 جرام حلويات هتكمل ال 600 سعره دي بسهوله ومش هتحسسك بشبع وهتفتح في الاكل. عشان كده خليك ذكي في اصناف الاكل وخلي فيه 20% بس من الاكل اللي انت بتحبه. في الاخر وبعد ما طبقت الاربع نصايح دول وعشان تضمن انك ماشي صح، ابدأ راقب وزنك. ببساطة هتقيس وزنك كل يوم لمدة أسبوع وهتاخد متوسط الوزن ده، وبعدها تكرر نفس الكلام تاني للأسبوع التاني وتطلع المتوسط الوزن بتاع الأسبوع الأول وتقارنه بالأسبوع التاني. لو وزنك بيقل فأنت كده ماشي صح، ولو وزنك ثابت أو بيزيد فأنت محتاج إما تقلل من كميات الأكل من النشويات والدهون، أو تزود الخطوات بتاعتك أو تزود النشاط بشكل عام. ودايما أنصحك إنك لما تيجي تاخد وزنك خده على نفس الظروف، خد الصبح على معدة فاضية قبل ما تاكل أو تشرب. واحدة واحدة ومع استمراريتك هتبدأ تعرف طبيعة جسمك، وهتبدأ تعرف إيه الكمية اللي لو أكلتها هتخسر دهون، وإيه الكمية اللي لو أكلتها وزنك هيثبت أو هيزيد. أشوفك في فيديو جديد، سلام.